تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا. وأنا أسمع معاكم في نودي وأسمع، بستنى كل تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم. ده بيخليني أعرفكم أكتر، وكمان بيعرفكم بينا أكتر، ويخلي حبل التواصل ما بيننا وما بينكم دايما واصل. في الحقيقة الفترة دي بحاول أعمل لكم وصفات تنفع للفطر وكمان تنفع الولاد ياخدوها معاهم المدرسة. يعني بنضرب عصفورين بحجر واحد، لأني على مدار السنة اللي عدت عملنا أفكار كتير للساندوتشات، فعلشان كده حبيت أغير معاكم السنة دي، وهعمل معاكم وصفة كيك من أبسط وأسهل الوصفات. مكوناتها معتادة جدا، مفيهاش أي مكونات غير معروفة ومتاحة للجميع. كمان بتبقى خفيفة جدا، سكرها مظبوط قوي بشكل غير طبيعي، بتبقى رهيبة جدا جدا مع الشاي. ده غير طعمها الحلو قوي قوي، خفيفة خفة تاكلوا منها بقى قطعتين 3 من غير ما تحسوا. يلا نشوف المكونات والطريقة. أول حاجة وقبل كل حاجة بنجهز قالب الكيك. ده قالب مقاس 24، ممكن نستخدم مقاس أصغر 22 مثلا، هيبقى مناسب جدا. هنديله بقى مسحة من الزيت أو الزبدة، بعدها رشة من الدقيق نوزعها في كل القالب، بعدها بنتخلص من الدقيق الزيادة. تاني حاجة المكونات، معانا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. يعني في الصيف بخرج البيض قبلها بربع ساعة أو نص ساعة، مش كتير. يعني بخرج البيض أول حاجة وبعدها بجهز باقي المكونات بتاعتي، بيبقى كده مناسب جدا. باقي المكونات هعيرها بكوباية مقاسها 200 مللي، فهيبقى معانا كوبايتين ونص من الدقيق جميع الاستخدامات. بالجرامات هيبقى 270 جرام. كوباية سكر ما يعادل بقى بالجرامات 180 جرام. نص كوباية زيت يعني 100 مللي من الزيت، وكوباية لبن يعني 200 مللي. معلقة كبيرة بيكنج باودر حوالي 10 جرام كده. نضيف أول حاجة البيض وعليه السكر ورشة من الفانيليا. هنخفق البيض والسكر كويس جدا لحد ما يفتح لونه ويتقل القوام معانا، ويبقى زي الكريمة كده بس سايلة شوية. ده القوام اللي احنا عايزينه زي ما انتم شايفينه كده. يعني خفقنا كده لمدة 5 دقايق. نزل الأجناب بمعلقة أو بسباتشولا. هنضيف الزيت ونخفق بقى لحد الزيت كده ما يختفي، يعني لمدة نص دقيقة. بعدها بنضيف كوباية اللبن، وفي اللبن مش بنخفق كتير، يدوب 10 ثواني. آخر حاجة هنضيفها الدقيق، هنضيف عليه بقى البيكنج باودر ونقلبه بقى بمضرب يدوي. التقليبة دي كأننا بننخل الدقيق بالظبط. بعدها بقى هنخله مرة تانية أثناء إضافته على الكيك، فكل ما بننخله عدد مرات أكتر بيدينا نتيجة أفضل. نقلب الدقيق بالمضرب على أقل سرعة لحد ما يختفي تماما. كده خليط الكيك بقى جاهز. نقلب بقى بمعلقة من تحت لفوق، نتأكد إن كل الدقيق اختفى معانا وإن مفيش بواقي دقيق قاعدة معانا. نضيف خليط الكيك في القالب، نخبطه بقى خبطتين، وبخلة بقى حركات دائرية علشان أتخلص من كل الفقاعات الهواء. وهنسويها على حرارة 170 درجة، ونسخن الفرن قبلها بربع ساعة أو تلت ساعة، يعني نسخنها كويس، ونحطها في الرف الوسط لحد ما تستوي. يعني نختبرها بعدها بنص ساعة ونشوف سواها. وعامة الكيك أول ما يبتدي يدخل في التسوية المظبوطة ريحة الكيك هتلاقوها طلعت معاكم. ده بقى الكيك بعد السوا، بيبقى هش جدا، من الكيكات المناسبة جدا 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 للفطار مع الشاي. خفيفة في قوامها، سكرها مظبوط قوي وخفيف. طعمها بجد حلو زي ما قلت في البداية.
ناكل منها كميات من غير ما نحس. ادوها بقى للولاد ياخدوها معاهم المدرسة، يفطروا بيها الصبحية، فطعمها هيعجبكم قوي. كده وصلنا لنهاية الوصفة، ولكن وصفاتنا اللي جاية معاكم مش هتنتهي. استنونا في وصفة جديدة في نودي وأسماء، وبالهنا على قلوبكم.